راجل يا راجل، وهدف قضاء وقدر. ده لو ما جابش الهدف ده كان الدوماني هيخنقه، لان اوسو اوسو رايح ويقول له هات انا اوسو، هات انا اوسو، ورد الناس يقول له لا انا منسي، انا منسي، والاخر منسي فعلا افتكر وجاب جون حلو قوي قوي في الفسحه اللي عملها باختراق من اللي عمله، لان كل الاهلي كان طالع في ضربه حره مباشره ومش عاملين حساب الهجمه المرتده. بصوا حضراتكم الكره جايه منين، بصوا طبعا نوع استهتار دفاعي رهيب. ادي واحد خدع على الماشي راح، وادي منسي ماشيه معاه بيوزع وزعم السلام. هدف الراجل، الحته دي بتاعته وليد سليمان يقول لتريزيجيه سيبها لي، ويحط وليد سليمان هدف مباغت. محدش كان عارف اللي هو هيشوط. وليد سليمان يحط هدف مباغت في الدقيقة 41 من الشوط الثاني. 1-1 ثالث هدف ليه. بصوا جميلة صعبة. واحد ادي تريزيجيه غمزها له هنا بقى، الحتة دي بتاعته على طول، ما كدبش خبر وليد سليمان. وادي الدخول في العمق وفائدة اللعب في العمق الدفاعي والكرة الأمامية. واحد غزل المحلة، واحد النادي الاهلي لعب الكرة على طول عكسية وهدف. يا سلام الولا عمرو جمال. اوعوا انتوا راكنيني بقالكم سنة، اوعى يا جدع. بقول لكم اللعيب اللي ياخد فرصته، او ده خد فرصته. مانجا لعب 100 سنة لغاية دلوقتي، شكري لعب كتير، وادي الراجل دخل في توقيت حلو قوي عمرو جمال عشان يسطر لنفسه، يعني يهو بيحضنه محمد يوسف. ادي تغيير في محمد يوسف، وعمرو يحط هدف في وقت قاتل. عمرو جمال في الدقيقة 44 من زمن الشوط الثاني يتقدم النادي الاهلي. بصوا ولد جميل، دخل وراح وغمزها، جت 100 كرة من كده زي لشكري وعبد الظاهر وسيد حمدي. بص يا سلام. انا لو من محمد يوسف اجيب شكري واجيب عبد الظاهر واجيب سيد حمدي 50